السلام عليكم، شخباركم بنات؟ طبعا قبل ما نبدأ الفيديو حابة أشكر حبيبتي أم عمر صاحبة قناة يوميات أردنية فلسطينية على دعمها لي، وأشكر كل البنات اللي يجوا من طرفها. نورتوا قناتي وبدعمكم لي أكبر بإذن الله. طبعا بداية يومنا مع فنجان القهوة، بعدها إجاين ابني يسقي الزريعات، بس سبحان الله خالفنا الحظ، بدال ما يسقيه قاعد فوق هنا. بعدين بده ماما اعملي لي سناك صحي، ومن الأكلات الصحية يعني النوتيلا الصحية أعمل له إياها، الخيار، يعني أحب الأجواء هاي. بعدها رأسا بلشنا بالغداء. هين عملت صينية بطاطا بالدجاج. هين الطريقة هي بنات كثير ينصحون إنه الدجاج لازم نقطعه ونسلقه ونكبي ميته، أما نقطعه ونغسله على المغسلة يقول جراثيم. ما أعرف انتو تشاركوني بهالمعلومة هاي ولا غلط. وراح استخدمته صراحة ما بيها زفرة. طبعا أول مرة استخدم هيج الطريقة أعمل صينية بطاطا، بس يفوح عليها المي أكبي المي وبعدها أتبلها. هنا عندنا بطاطا قطعتها، وعندي طماطم وبصل وثوم. طبعا البطاطا قطعتها عملتها دوائر ونزلتها بالصينية. أول شي حطيت الطماطم، بعدين بصل، بعدين ثوم، بعدين ملحتهم وحطيت عليهم فلفل، بعدها حطيت عليهم البطاطا. هنا الدجاج بعد ما صفيته تبلته ملح وفلفل و7 بهارات، وحطيت عليه دبس رمان ودبس بندورة وقلبته مع بعض وصفيته بالصينية. أكلة سريعة ما شاء الله، ما تاخذ 10 دقات، جد 10 دقات لأنه كله جاهز تطبيقها. حطيتها على الغاز طبخت شوي، بعدين بالفرن 45 دقيقة. إن شاء الله تنهنها وأكلة طيبة. بعدها عملت جنبها سلطة لبن، خيار بلبن. هين عندي خيار قطعته، بعدين نزلت عليه ثوم، سن ثوم، ما يحبون الثوم زيادة داخلها. حطيت عصرة ليمون ونعناع وروب، وحليتها بشوي مي ودخلتها البراد. هين جهز معانا الغدا، الحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. شوف شلون شكلها النهائي. طبعا أخذت تحميصة زيادة من فوق الجلد، أهم شي إنه يتقمر هي كذا يعني. وبعدين عندي هذا الفيتامين أوميجا 3 كثير ممتاز يا بنات، استخدموه ممتاز والله، يقوي المناعة اللي عندهم هيك صداع دائما، يحسن المزاج. هاي أهم شي المزاج والله. طبعا هاي الحبوب حبوب زيت السمك، هي تيجي حبوب وتيجي زيت للأطفال، يعني تنفع للكبار وللصغار. كثير ممتازة يا بنات، أنصحكم بيها والله. طبعا هذا كان روتيننا اليوم، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. في أمان الله يا أحلى عائلة.